الدنيا بقت هيصة والموضوع ابتدى يدخل في الجد، وكل الناس عمالة تتكلم بتقول لك إن 2025 هيبقى فيها الموضوع مش ولا بد. عشان كده قررت إن أنا أسأل أكتر حد أنا بثق فيه وبثق في كلامه بصراحة. فحبيت أقول له 2025 هيكون إيه النظام فيها. 25 هتكون بالنسبة لنا ليها عنوان مهم قوي: رعب من نوع آخر. زي ما أنت شفت ده رد المحترم الدكتور محمود صلاح في 2025. الغريب بقى لما تشوف رد فعل أو رياكشن المذيع اللي كان معاه. نعم، 25 هتشهد رعب من نوع آخر. انا كان قصدي حاجه ايجابيه، يعني احنا دلوقتي لا، مفيش بنحط حاجة عنوان إيجابية. للسنه. مفيش حاجه ايجابيه. مفيش حاجة إيجابية. انا حبيبي. بفقد الكلام وانا معاك والله، والنطق بيروح. شكرا لك. بصراحة أنا يعني مش عارف أقول لكم الكوميديا اللي أنا كنت فيها. ولكن الغريب في الموضوع إن دخل على الخط في القصة أو في القصص اللي إحنا بنتكلم فيها، الأمور الغامضة وأمور الماورائيات وأمور الرعب والقصص والسسبنس والحاجات دي، الحاج أبو حنان على رأي الأستاذ عمرو أديب ترامب. يعني مثلا اما ترامب يلسن كده الحاج ابو حنان رئيس أمريكا القادم، واللي دخل معاه في القصة عمورة الأستاذ عمرو أديب. وات الدنيا وسعت والموضوع بقى هيصة وكله بقى يتكلم عن القصص الغريبة اللي بتحصل في أمريكا حاليا، وهي قصة الطيارات الغريبة اللي عمالة تطير فوق أمريكا اليومين دول. القصة دي عاملة ضجة كبيرة جدا في أمريكا، في نيو جيرسي وفي أوهايو. طيارات غريبة بتظهر فجأة من العدم وتختفي برضه فجأة في العدم. الطيارات دي جت منين محدش عارف، طب بتروح فين محدش عارف. المهم إن الموضوع عمل ضجة. نبتدي كده القصة من البداية عشان خاطر نعرف القصة دي بدايتها إيه وتفاصيلها إيه. بداية كده كان مع الرئيس ترامب أيام ما كان مترشح للرئاسة، طلع قال تصريح غريب جدا. قال أنا بمجرد ما أنجح هكشف عن موضوع المخلوقات الغريبة أو الكائنات الفضائية متكتم عليها من قبل الحكومة الأمريكية. ومجرد ما فاز ترامب في الانتخابات الأمريكية وبعد ما قال التصريح بتاعه ده يتعمل مؤتمر صحفي، حاجة اسمها جلسة استماع في الكونجرس الأمريكي. تخيل لما هيئة كاملة تعتبر أكبر هيئة في العالم اللي هو الكونجرس الأمريكي، بالناس اللي فيه بالرتب اللي فيه بكل الناس اللي فيه، يجتمعوا ويتلموا مع بعض عشان خاطر يدرسوا ويشوفوا هل إحنا عندنا مخلوقات فضائية ولا لا. وايه الموضوع اللي طالع ده؟ ان احنا عندنا مخلوقات فضائيه ومتكتم عليها. هم طالعين مجتمعين عشان خاطر يدرسوا الموضوع ده ويتناقشوا فيه ويشوفوا هل في فعلا مخلوقات فضائيه ولا لا. الغريب بقى ان الكلام كان عايم، يعني ما ادكش رد قاطع، ما قالكش لا ده في مخلوقات فضائيه او ما فيش، او هل في عوالم تانية او كائنات تانية الحكومه الامريكيه بتطلع عليهم وبتعرفهم تتعامل معاهم وبتجي منهم التكنولوجيا زي ما هم بيقولوا، ولا الكلام ده كله فيك. فما كانش في رد قاطع من الكونجرس الامريكي لتأكيد الحكاية دي أو نفيها. تبتدي من بعدها بقى تتوالى القصص الغريبة والظواهر الغريبة اللي بتظهر على مستوى العالم، اللي كانت من ضمنها الظاهرة الغريبة اللي ظهرت في مصرنا الحبيبة واللي اتكلمنا عنها في فيديو هتلاقيه على الصفحة لو حبيت تشوفه وتطلع عليه، اللي هي الشعاع اللي ظهر في السماء أو اللون الغريب اللي ظهر في السماء. واللي طلعت ناس طمنت وقالت ان الموضوع ما فيهوش مشكله. يعني المهم ان الموضوع مش مقلق خالص، ولكن كان في قبله فيديوهات معينه لجلسه الاستماع اللي كانت في الكونجرس الامريكي ظاهره غريبه كانت ظهرت في سماء دوله الكويت الحبيب. ومن هنا ومن كتر الظواهر الغريبه اللي عماله تظهر على مستوى العالم احنا مش ملاحقين اصلا نصدق او نشوف او نكتشف او نعرف الظاهره الغريبه دي بتجي منين. ولكن مؤخرا واخرها الدرون الامريكي اللي ظهر في ولايات كثيره من ولايات امريكا، واللي بيقولوا ان هو اسمه درون، ولكن هو يا الله اعلم. لان في ناس كتير بتقول لك ان ده مش درون، لان حجم الوحده فيهم اللي بتبقى طايره فوق بيوت الناس في الولايات الامريكيه بحجم سياره او بحجم عربيه. تخيل الوحده فيهم اللي طايره بحجم عربيه، يعني اصغر من الطياره بشويه. هي الحاجات الغريبه دي بتظهر في سماء امريكا سواء في مجموعات او بطريقه فرديه، تلاقيها ظهرت من العدم وتطير فوق البيوت الامريكيه وبعد كده تختفي. الغريب بقى ان بعد كده الحاجات دي ابتدت تظهر في اماكن حساسه في امريكا، يعني فوق البيت الابيض ابتدت تظهر برضو الحاجات دي، وفي اماكن عسكريه واماكن مهمه وحساسه في امريكا ابتدت تظهر الطيارات الغريبه دي. طلع بقى ناس علقت على الكلام ده وقالت لك ان الموضوع ده بدايه ظهور المخلوقات الفضائيه اللي الناس كتير بتكذبها وبتقول ان مفيش الموضوع ده. المهم ان الطيارات دي ابتدت تظهر بشكل غريب وبشكل مكثف في الولايات الامريكيه ومش عارفين حقيقتها ايه. الاهالي طلبت الحكومه انها تطلع توضح لهم قصه الطيارات دي ايه، الطيارات دي بتظهر ليه. ولكن الحكومه في كل البيانات اللي طلعتها، كل التقارير اللي طلعتها بخصوص الموضوع ده بتفيد في الملخص بتاعها ان ما تخافوش يا جماعه من الطيارات دي، والموضوع مفيهوش اي مشكله بالنسبه للناس، وان الطيارات دي مش مؤذيه ومش مضره. طب حقيقه الطيارات دي ايه؟ لا والله احنا ما نعرفش. طب الطيارات دي جايه منين؟ لا والله احنا ما نعرفش. طب ازاي الحكومه الامريكيه بجلاله قدرها بكل التكنولوجيا اللي عندها مش عارفه الطيارات دي ظهرت من فين وبتختفي بتروح فين، ومصدر الطيارات دي بالظبط ايه؟ الغريب بقى في الموضوع ان هم بيقولوا عليها ان اسمها درون، ولكن الحقيقه ان اشكالها في السماء مش اشكال الدرون خالص، الاشكال المعروفه للدرون، وانما هي اشكال غريبه جدا. ده الموضوع دخل في فيلم باتمان،
والله زي ما بقول لكم كده، يعني في نوع من انواع الطيارات دي زي اللي انتم هتشوفوه قدامكم دلوقتي في الفيديو ده، شكلها عامل زي الطياره بتاعت باتمان او العربيه بتاعت باتمان اللي كانت بتيجي في الفيلم. المهم ان الاهالي من كتر ما حست بالذعر بسبب الدرون اللي بيطلع يطير فوقيهم دي، او بسبب الطيارات الغريبه اللي تطلع تطير فوقيهم دي، قالت للحكومه لو ما كنتوش تشوفوا لنا حل في موضوع الطيارات دي وتقولوا لنا الطيارات دي تبعكم او مش تبعكم وبتاعت ايه بالظبط، احنا هنضرب الطيارات دي ونوقعها. ردت عليهم الحكومه وقالت لهم ما تضربوش الطيارات دي، لان الطيارات دي ما فيش منها اي خوف او اي قلق، وان هي مش هتضركم او هتعمل معاكم اي مشاكل. ولان الحكومه الامريكيه ما اتخذتش اجراء فعلي بسبب الموضوع ده وبسبب منع الموضوع ده من الاهالي قررت انها تضرب عليهم نار. انتشرت بالفعل بعض الفيديوهات على المواقع والمنصات لاهالي بتضرب نار على الطيارات دي او على الدرون ده. في اخبار تداولت بيقول لك ان الاشخاص اللي طلعوا ضربوا نار على الدرون ده اتقبض عليهم، ولكن المهم في الموضوع ان الفيديوهات دي لما انتشرت، لما تجي تبص فيها وتركز عليها، الشخص اللي بيضرب نار على الدرون ده وهو بيضرب النار وموجه ناحيه الدرون، الطلقات ما بتجيش على الدرون، هو بيبقى موجهها على الدرون، ولكن الطلقات تحس ان هي بتبعد بعيد، وحتى لو جت ناحيتها برضه ما بتجيش فيها. الغريب بقى في الموضوع والاغرب من كل اللي احنا قلناه ده، ان الاهالي طبعا معاهم درون، لان الدرون مصرح في امريكا بيه، الاهالي طلعت الدرون بتاعها بحيث ان هي تطلع ورا الدرون اللي هو موجود فوق السماء بتاعتهم. الدرون بتاع الاهالي لما كان بيطلع ورا الدرون اللي هو موجود في السماء، اول ما يقرب جنبه البطاريه بتاعته في ثانيه تروح تفضى ويوقع الدرون اللي هو الدرون بتاع الاهالي. والواقعه دي اتكررت اكتر من مره، بان الاهالي تحاول ان هي تطلع الدرون بتاعها عشان تلحق الدرون الثاني ده، لكن البطاريه بتاعتها فجاه تفضى وتلاقي الدرون وقع. ايه اللي بيحصل وايه اللي حصل في امريكا محدش عارف. المهم ان نظريه المخلوقات الفضائيه ابتدت تطلع تاني، وابتدت الناس تتكلم عليها تاني، وفي اشخاص بيقولوا لك ان 2025 هيبقى بدايه ظهور المخلوقات الغريبه دي. وطبعا بما ان الموضوع انتشر وبقى ترند في الولايات المتحده الامريكيه، والدول العربيه ابتدت تطلع برضه تتكلم عن الموضوع ده، فطلع علق على القصه دي مين؟ طلع علق على القصه دي حبيب الملايين عموره. ولذلك وبناء عليه احنا حابين نسال عموره، يا عموره هي المخلوقات الفضائيه دي بتاعت ايه؟ What are you gonna do, Johnny? I will get them. الحاجات الامريكاني دي بصراحه احنا لسه ما نعرفش اي حاجه. انا بقول لك معلومات، مفيش اي خيال علمي. مسيرات مش شكلها زي اللي بتاعتنا دي، لا 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 لا، الاجنحه والعو والنو والبو. على فكره امبارح كده ابتدوا يلمحوا ان دي حاجات من حضاره المصريين، اسمنا موجود ايجيبت. قال لك لا ده شغل فراعنه، ده مش اي حد يعمله. هل احنا فجاه هيجي لنا البيان رقم 1 الى اهل الارض نحن ناتي في سلام؟ هل هم مخلوقات فضائيه؟ على فكره موضوع المخلوقات الفضائيه بقاله 3-4 ايام شغاله، اللي ينقل لك الجنان اللي بيجرى غير مجنون. انا شغلتي في البرنامج ده ان انا اعرف احكي لك الحكايه وانقل لك الخبر. زي ما انت شفتوا كده، هو ده كان تفسير عموره على موضوع الطيارات الغريبه اللي ظهرت في الولايات المتحده الامريكيه. ومن موقع هذا انا احب اطمن الجميع ان يا جماعه ما تقلقوش، في 2025 المخلوقات الفضائيه اللي الناس كلها عامله تتكلم عليها وعامله عليها ضجه وبلبله ليهم سنين هتظهر لكم في 2025 وهتشوفوا المخلوقات الفضائيه اخيرا. الموضوع لحد هنا يعتبر مش مقلق نوعا ما، وطبيعي برضه لحد ما، ولكن اللي خلى الموضوع ده غريب ومقلق بالنسبه للناس في امريكا هو التصريح بتاع رئيس ترامب اللي كتبه في بوست طويل عريض. في اخر البوست راح كاتب جملتين هم اللي سببوا الرعب في امريكا. مفاد الجملتين دول ايه او معنى الجملتين دول ايه؟ وهو بيوجه كلامه للحكومه الامريكيه بيقول فيما معناه يا جماعه اطلعوا قولوا للناس حقيقه الطيارات الغريبه اللي بتطير فوق سماء الولايات المتحده الامريكيه، لان انتوا عارفين حقيقتها ايه. طيب بعيد عن كل اللي احنا قلناه ده، يجي واحد يقول لك مفيش حاجه غريبه بتحصل وان كل ده كلام فاضي، والناس اللي هي بتقعد ايه تألف في الكلام وما بتصدقش اي حاجه وبتشكك في كل حاجه. سؤال بسيط، حاجه بسيطه بس كده صغيره، كل الفيديوهات فيك، كل المواقع الاخباريه اللي عماله تتكلم فيك، كل الفيديوهات اللي تداولها الناس واللي تناولتها الناس على المنصات وعلى السوشيال ميديا عموما فيك. طيب لما كبار القاده في الولايات المتحده الامريكيه يعقدوا اجتماعات ويجتمعوا ويقعدوا ويطلعوا بيانات ويتكلموا على موضوع غريب بيحصل في الولايات المتحده الامريكيه او عامه على مستوى العالم، كل ده فيك. طب هل الناس دي فاضيه عشان خاطر تطلع مثلا وتتكلم في حاجات غريبه بتحصل في العالم؟ عموما انا عامل فيديو لسه بجهز فيه، هتكلم فيه عن قصه المخلوقات الغريبه، وهل في مخلوقات غريبه على الارض حرفيا وفعليا ولا لا، وهل في العصور القديمه كانت في مخلوقات غريبه، وهل الدين الاسلامي عندنا، ودي اهم حاجه في الموضوع، بيقر بموضوع المخلوقات الغريبه على الارض ولا لا. عموما انا بجهز في الفيديو، اول ما يخلص ان شاء الله باذن الله ينزل لحضراتكم على الصفحه وعلى قناه اليوتيوب.
خليك متابعنا واعمل اشتراك في القناة لو انت مش مشترك فيها، وما تنساش تعمل متابعة على الصفحة علشان لما تنزل فيديوهات توصل لك، وما تنساش تقول لي رأيك في الطيارات الغريبة اللي ابتدت تظهر في الولايات المتحدة الأمريكية واللي ابتدت تنتشر من ولاية للتانية، وانها ممكن والله اعلم تبتدي تظهر على مستوى العالم. هل الموضوع ده حقيقي ومقلق والمفروض ان احنا نقلق منه، ولا كل دي بروباغندا على الفاضي وما فيش اي حاجة؟ مستني رأيك في التعليقات، وتحياتي ليكم.